يسعد الله مساكم يا رجال، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كل الشكر لله سبحانه وتعالى، ثم لكم أنتم إخواني ورفاق الكرام على تهنئتي بمناسبة وصولي إلى المليون. والله لو وصلوا حتى 10 ما يفرق عندي. كان بالبداية كنت قفلحس اشتهر، تمام. لما اشتهر طول عمرك الشهرة من باب خدمة الجمهور، كنت تشتهر على حساب كنت أسب المسؤولين، كنت أسب الجهات المختصة، كنت أعمل لي حركات، كنت أدخل أشتم وأسب وأقدح وأمدح بالمشاهير ولا بأي شيء، ما من فائدة. لما سلك باب الشهرة في خدمة الجماهير انطلاقه الذي يشتهر يصنع روحية المنافسة في خدمة الجمهور. بس صنع روحية المنافسة، خلى الشعب وخلى التجار وخلى أي صاحب كل ذو خدمة ينافس الثاني علشان يستفيد الشعب. تمام إخواني. وبالنسبة للإخوان الذي قالوا شعملوا اسمي، بعض واحد يقول لك شعمل اسمك فوق اسمه باب محلي ولا علامة تجارية ولا فوق بنشري، ولا طرح اسمي فوق بنشر يا محبوب العمل، طرح اسمي فوق بنشر. البنشر هذا يأكلني اللي يأكلك، تدري نسبة مو. طرح اسمي فوق مغيوم، تمام، فوق مغيوم، واكتب ما أبو حيدر العلقي وديك لي نسبة أفضل لك من المغيوم، من بنشر ولا باب سرويس. السرويس ولا البنشر هو لله لك، هو يأكلني اللي يأكلك. لكن مثل شركة عملاقة مثل هذا طرح اسمي فوق حلاوة طحينية اختياري، عملت حلاوة طحينية أبو حيدر. هذه الطحينية الذي ما أقدرش أغدي إلا عليه، طحينية قع غدا وعشاء عليه. أنا خايف لا يقرح بي سكر من كثري، الجهال انهارين مغجو من وسطي، تمام. فوق علامات تجارية، فوق مصانع، فوق شرائك، مثل هذه الأشياء. أما تطرح اسمي فوق بنشر وشقيك ب5000 ولله لك مو بو. هي لكم كل الحب والاحترام، وأدعو من هذا الفيديو كل التجار، كل فاعلين الخير، كل أصحاب الخيابة، كل شيء. وسنفتح أرقام حسابات بنكية من أراد أن يدعم أطفال الأيتام، وسنكون له من الشاكرين بعد الله، تمام. وسنزوره ونزور محلاته وتجارته، يعني بشكل عام اللي تصير تعمل بإعلان مدري بكم، نعمل لك إعلان في خدمات فعل الخير، تمام، للأيتام وأطفال السرطان. وفق الله الجميع لفعل الخير. وأي صاحب بنك يشتي يفتح رقم حساب خاص بأطفال السرطان وخاص بأطفال الأيتام، لا مانع، المجال مفتوح، بس الرقم حساب مسؤول عنه صاحب البنك، ولا يتصرف به إلا رئيس دار الأيتام أو رئيس مؤسسة السرطان. لا يحق حتى لأبو حيدر أن يأخذ منه ريال واحد، ولا أريد أي دعم ريال واحد عبر أبو حيدر، عبر بنك وبس. معكم خراج إلا مواد مثل ملابس وهدايا. أما الأموال من أراد فهناك في بنوك أو في رأسا تذهب إلى مركز السرطان أو إلى مركز الأيتام. وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله.